السلام عليكم. قبل ما تعرف ازاي تغير حياتك في يوم، لازم الأول تعرف ايه اللي منعك تتغير بقاله سنين. عمرك صحيت من النوم وحسيت انك زهقت من حياتك؟ نفس الروتين، نفس العادات، ونفس المشاكل كل يوم، وتقول لنفسك خلاص من بكرة هتغير، لكن يجي بكرة ومتغيرش أي حاجة. الحقيقة إن أغلب الناس فاكرة إن تغيير الحياة محتاج شهور أو سنين، بس اللي قليل يعرفه إن حياتك ممكن تبدأ تتغير فعلا في يوم واحد. مش لأنك هتبقى شخص جديد في يوم، لكن لأنك ممكن تاخد قرار يغير كل اللي جاي بعد كده. ليه حياتك مش بتتغير؟ خليني أسألك سؤال: لو عربية واقفة ومش بتتحرك، هتفضل تزود بنزين؟ أكيد لأ. الأول لازم تعرف هي واقفة ليه. كتير مننا عايز حياته تتحسن، بس مش بيبص على الحاجات اللي معطلاه. ممكن يكون بيضيع 5 ساعات على الموبايل، ممكن يكون مأجل كل حاجة مهمة، ممكن يكون مستني الحماس يجي الأول، وللأسف الحماس مش بيجي لوحده. لو عايز يوم يفرق معاك بجد، اعمل 3 حاجات بس. أول حاجة، اقعد مع نفسك نص ساعة من غير موبايل. أيوة بس كده. هتتفاجئ قد ايه احنا بقينا خايفين نقعد مع نفسنا. تاني حاجة، اكتب ايه اكتر حاجة مضايقاك في حياتك دلوقتي: شغلك، دراستك، فلوسك، صحتك. اكتبها بوضوح. تالت حاجة، اسأل نفسك ايه اصغر خطوة اقدر اعملها النهاردة مش بكرة. النهاردة لو عايز تخس، انزل امشي 10 دقايق. لو عايز تقرا، اقرا صفحتين. لو عايز تتعلم مهارة، اتفرج على درس واحد بس. السر اللي الناس مش فاهماه ان اغلب الناس بتفشل لانها بتفكر كبير قوي وعايزة تغير حياتها كلها مرة واحدة، فبتتعب وتقف. لكن الشخص اللي بينجح بيبدأ صغير جدا، لدرجة ان الخطوة تبقى سهلة ومش محتاجة تفكير، ومع الوقت بتكبر لوحدها. لو فاكر ان حياتك هتتغير فجأة، فده مش هيحصل. لكن لو أخدت قرار صح وعملت خطوة صغيرة النهاردة وكررتها، هتبص لنفسك بعد سنة وتقول إزاي أنا كنت عايش كده. حياتك ممكن تبدأ تتغير في 24 ساعة، والبداية كلها قرار. قرار النهاردة هو اللي بيبني بكرة. احنا هنا في أبيض بنبدأ الخطوة الصغيرة دي مع بعض. ابدأ النهاردة واستنى الفيديو الجاي.